يا مساء الورد والفل والياسمين. تعالوا نعمل مع بعض فطاير حلوة قوي في الفرن. طبعا وحشنا ان احنا نعجن ونعمل فطيرة حلوة جدا نتغدى بيها او نتعشى بيها بمكونات سهلة جدا. يا ريت قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. المكونات بتاعتنا سهلة قوي. عندي كوبايتين لبن هضيفهم في طبق. طبعا يكون اللبن دافي، مش جايباه من التلاجة ساقع. ونص كوباية زيت، طبعا زيت زي ما انت بتحبي، زيت عباد، زيت اي زيت عادي انت عايزاه. وعندي بياض بالطين ومعلقتين سكر ومعلقتين خميرة. هضيف ده كله على بعضه وهضيف معلقة صغيرة من الخل، وهبتدي ان انا اقلب كل الخليط ده. انا مش عايزة الخميرة ولا بياض البيض ولا اللبن ولا الزيت، اي حاجة فيهم تبقى واضحة. انا عايزة كله يتجانس مع بعضه، اقلب كويس جدا، والسكر مع الخميرة مع كل ده يتقلب كويس جدا. خلاص امتزجوا بقى تمام. هنزل طبعا هجيب دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، اللي هو مخصوص للخبز. هبتدي ان انا انزل كوباية واحدة بس من الدقيق. لقيت ان الخليط داب معايا كويس، هنزل بكوباية كمان من الدقيق، يعني هنزل بكوبايتين على الخليط اللي انا عاملاه ده. هقلبهم كويس جدا مع الدقيق، وهبتدي ان انا اسيبهم يخمروا شوية. طيب ليه ما حطيتش كل الدقيق؟ انا بختبر برضو الدقيق وبختبر الخميرة وبختبر كل العجينة بتاعتي الاول، بسيبها تتجانس مع بعضها، وبعد نص ساعة بفتح عليها وببتدي ان انا انزل باقي كمية الدقيق. بنزل هنا 3 كوبايات دقيق، وببتدي ان انا اقلبهم كويس جدا، وبتبقى دي العجينة الرئيسية بتاعتي اللي هسيبها كمان نص ساعة تخمر في وسط دافي، وبعد كده هبتدي ان انا اشتغل بيها. طبعا احنا هنا بنعجن كويس جدا. لو عندنا عجان بيبقى العجن هنا اسهل واسرع، وبيبقى بيديني النتيجة اللي انا محتاجاها. منساش ان انا احط نص معلقة ملح، واضيف 3-4 معالق دقيق لو في حالة ان لقيت العجينة ملزقة معايا شوية. ما بزودش عشان ما تبقاش متماسكة قوي وتبقى ناشفة. انا محتاجاها ان هي تكون فيها سن التلزيقة كده، يا دوبك بس بلمها بمعلقتين 3 دقيق وخلاص. بلاقيها اتعجنت وبقت حلوة قوي في ايديا وبقت ناعمة. خلاص بقفل عليها، اجيب معلقتين زيت كده واحطهم في ايديا واقفل على العجينة واقفلها كويس جدا. واحب ان انا اغطيها كمان بكيس بلاستيك او غلفيها زي ما انتي عايزة. وممكن تدخليها بقى اي وسط دافي مثلا زي فرن كده، واطفي عليه، تشغلي الفرن 5 دقايق واطفي عليه، ودخلي العجينة تقعد شوية قد نص ساعة لغاية ما يتضاعف الحجم بتاعها. هتعرفيها طبعا اول ما هتبتدي ان انت تشوفيها. كل شوية كده تبصي عليها لقيتيها ان هي زادت وتضاعف كمان حجمها قوي، وفعلا زي ما احنا شايفين مليانة هوا. لازم ان احنا نلمها ونحاول نفرغ شوية الهوا اللي فيها دي، لان احنا هنشتغل بيها. طبعا ممكن العجينة دي يا جماعة تقسموها وتشتغلوا بيها قطع صغيرة، وممكن ان انتوا تعملوها تقسموها نصين 2 بس ونشتغل بيها فطيرة كبيرة. لكن ممكن ان احنا نعمل بيها عدد من الفطاير كبير جدا. في حالتنا دي قسمناها هو نصين وهنبتدي نشتغل بيها على طول. حضرنا دلوقتي كل الحشوات بتاعتنا. انا جبت شاورما كنت محضراها من قبلها وسايبه لكم طريقتها في صندوق الوصف، هتلاقوها سهله جدا. وجبت كمان خضروات كانت تحلي وتظبط الطعم مع الزيتون الاخضر وزيتون اسود وفلفل. بنزل بالبقدونس والفلفل على الشاورما، واجيب كمان معلقه دخان بودر، ده بيحلي الطعم قوي. ممكن تسألي العطار عليه، مع معلقتين كاتشب، او لو عندك كمان صوص باربيكيو تبقى حاجة حلوة جدا. فهنبتدي بقى ان احنا نقلب ده كله مع بعضه. خلاص العجينة زي ما احنا قلنا قسمناها نصين، بتتفرد بسهولة جدا. هبتدي ان انا افردها، اخد جزء جزء. هبتدي افرد اول جزء فيها في الصينية او في الحاجة اللي انت هتسوي فيها على طول. مش محتاجة ان انا افردها بره وبعدين ارجع احطها في الصينية. واكون دهنة الصينية بتاعتي سنة زيت كده عشان العجينة تبتدي انها تتفرد بسهولة جدا. وطبعا احط بقى الشاورما بالشياكة والجمال اللي انتوا شايفينه ده، واحط كمان كل الخضروات عليها، واجيب الحتة التانية افردها نفس الفردة واحطها بالراحة خالص على وش الفطيرة بتاعتي.
واسويها كويس قوي من فوق. احنا شايفين احنا بنطبطب عليها، مش عايزين ان احنا نضغط قوي علشان الحشوة ما تطلعش من بره. طبعا احنا كنا قلنا في الاول خالص ان عندنا بياض بيضتين، الصفار بتاعهم بقى بالفرشة كده هبتدي ان انا المع بيه الوش بتاع الفطيرة بتاعي، وانزل بقى بشوية حبة البركة والسمسم، واديها الجرنش اللي انا عايزاه، وادخلها على فرن درجة حرارة 180، واسيبها تاخد السوى من تحت ومن فوق لغاية ما تديني الوش الذهبي اللي احنا شايفينه ده. وابتدي بقى قطعي وكلي انتي وحبايبك احلى فطيرة واسهل فطيرة تقدري تعمليها بعجينة قطنية سهلة، تنفع للغدا وتنفع للعشاء. ويا رب يكون افدتكم، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.